اهلا يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض العيش الشامي بتاع السحور. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا وبمقادير موجوده عندنا في البيت، وان شاء الله تجربوا النتيجه وتعجبكم. يلا نسمي الله ونشوف المقادير. عندي هنا كوبايه لبن دافيه، هضيف عليها معلقه كبيره من السكر، واضيف معلقه كبيره من الخميره. هقلب كويس الخميره مع الدقيق مع السكر. اول ما السكر يبتدي يدوب معايا، عندي نص كيلو من الدقيق منخول، هفضيه على خليط اللبن والخميرة. ده نص كيلو من الدقيق. هنضيف عليه حوالي ربع معلقة من الملح. بس دي كل المقادير بتاعتنا، مش هنحتاج حاجة تاني. هقلب كويس كده بالمعلقة. مش هنضيف بقى اي مية تاني دلوقتي غير لما نبتدي نعجن، علشان العجين بتاعنا ما يبصش. لازم نضيف المية تدريجي. وبعدين في انواع من الدقيق بتاخد مية اكتر من انواع تانية، فاحنا هنقلب كويس كده في البداية. وبعد كده بقى لما نبتدي نعجن هنضيف المية شوية بشوية، علشان العجين بتاعنا يطلع له عرق ويبقى كويس. بصوا، هنضيف شوية بشوية كده من المية، وهبتدي اعجن. افضل واحسن طريقة تاخدي منها نتيجة للعيش ان انت بتعجني يعني وقت اكتر. كل ما بتعجني وقت اكتر في العجينة بتاعتك بيطلع له الدقيق، بيطلع عرق، والعيش بتاعك بيبقى جميل جدا وبيفضل طري ومش بيتقطع معاكي او بينشف. هنضيف المية شوية بشوية كده. المية اللي انا ضفتها دي قد ايه؟ حوالي كوباية الا ربع من المية. يعني نص كيلو الدقيق خد معايا كوباية لبن وكوباية الا ربع من المية. وبرضه تفضلي تضيفي شوية بشوية علشان العجين ما يبصش معاكي ويطلع ليه عرق ويطلع كويس معاكي جدا جدا. لازم تضيفي المية شوية بشوية كده. ولو احتجتي مية تاني وانت بتعجني حطي برضو، ممكن تزودي حاجات بسيطة جدا علشان العجينة ما تطرش معاكي. بصوا انا عجنتها، خدت وقت قد ايه في العجن؟ خدت بالظبط 10 دقايق. من 10 ل 12 دقيقة عجن هتطلع لك عجينة ناعمة زي اللي حضراتكم شايفينها دي. دهنت ايدي دهنة بسيطة من الزيت، وهركنها بقى على جنب. هغطيها كويس بفوطة واسيبها تخمر. بصوا بعد 40 دقيقة من التخمير، يعني علشان الجو برد شوية فهي خدت 40 دقيقة، لكن الجو لو حر بتاخد بالظبط من نص ساعة لتلت ساعة. بصوا ما شاء الله، بصوا خمرانة كويسة جدا. هطلع منها يعني احاول اخرج منها الهواء وانزلها كده على الرخامة، ونبتدي بقى نشتغل فيها مع بعض. اهم حاجة ان انت تخرجي منها الهواء علشان تيجي تشتغلي فيها وترجع تخمر تاني. فردتها كده، يعني ايه، هحاول افردها بس علشان لما اجي اقطعها تطلع معايا كلها بنفس الحجم وتتقطع معايا بسهولة. هفرد الكمية بتاعة العجين زي ما حضراتكم شايفين، وهبتدي اقطع كده. التقطيع او الحجم قد ايه حسب ما انتوا عايزين، يعني حجم الرغيف ده حسب ما انتوا عايزين. انا بالظبط اعمله قد البيضة كده. يعني انتي مش لازم توزنيها ولا حاجة، انتي بس كده بتشوفي الحجم الرغيف اللي انتي عايزاه. يعني هو دايما قد البيضة كده هيديكي حجم حلو جدا ووسط. هقطع الكمية كلها وهرش رشة من الدقيق، وهبتدي ارصهم كده جنب بعض. نعمل الكمية كلها بنفس الطريقة دي. بصوا حاجة سهلة وبسيطة جدا ومش بتاخد معاكي وقت خالص. يعني ممكن بالظبط في ساعة ونص بتكوني عاملة العيش الجميل القمر ده. هعمل العجين كله. بصوا انا قطعت العجين كله اهو، وهبتدي بقى اجيب فوطة نضيفة واغطيه. لازم تغطي العجين بتاعك علشان وشه ما يبصش وينشف معاكي. هرش رشة من الدقيق وهجيب اول واحدة انا عملتها معاكم. هنبتدي نفرد كده فردة بسيطة خالص. يعني حتى كمان في الفرد مش بياخد معاكي وقت، ممكن كمان تفرديه بايدك بيطلع حلو جدا. هو مش بياخد وقت خالص وبيتفرد بسهولة جدا، لان طبعا العجينة بتبقى طرية وجميلة.
فيا دوب هنفرده فردة بسيطة، وبعد كده بقى مش هنفرد اكتر من كده علشان الرغيف ما يبقاش معانا ناشف. عايزينه يبقى وسط، ما تفردهوش قوي. لو انت بتحبيه يبقى يعني طري شوية كده وما يبقاش ناشف، ما تفردهوش قوي، يعني مش اكتر من كده. بصوا بنفس السمك ده، يعني السمك ده حلو جدا، دي افضل نتيجة تاخديها من العيش. هنفرد كله بنفس الطريقة دي، وهجيب رشة كده من الدقيق، حبة دقيق حلوين كده، ونحطهم على الرخامة او على صينية، ونص فيهم بقى العيش كله. هنفرده بنفس الطريقة، بس اهم حاجة تحطي دقيق قبل ما تحطيه علشان ما يلزقش منك. هرش دقيق واحط العجين كله بنفس الطريقة ده. هعمل كله الكمية كلها كده. هنعمل رغيف تاني مع حضراتكم، رشة بسيطة كده من الدقيق. والعيش اللي احنا هنفرده هنحطه على صينية ونغطيه برضو. لازم تغطي العيش بتاعك علشان ما ينشفش ويطلع معاكي كويس. هفرد فردة برضو بسيطة كده، بحيث ان هو يديني السمك اللي احنا عايزينه، اللي احنا قلنا عليه، اللي هو بيبقى وسط كده. هفرد كله بنفس الطريقة واركنه على جنب كده، وبعدين هفرد واحدة تانية. هنخلص كله كده مع بعضينا، مش هياخد معانا وقت خالص خالص. حاجة كده سهلة وجميلة جدا، وانت بتعملي فيه كده بيبقى ممتع، وبتحسي ريحة البيت بتاعك كده، ريحته عيش وريحته خبيز، حاجة كده جميلة جدا. هنجيب هنا طاسة، او ممكن تجيبي حلة وتقلبيها عادي، او صينية وتقلبيها. طبعا الطاسة بتاعتنا مش بندهنها اي حاجة. حطيت كده الرغيف زي ما حضراتكم شايفين، وابتدي بس هلفه كده عشان ياخد درجة حرارة من الطاسة، ويبقى كله زي بعضيه ويرفع معايا بسرعة. بصوا هيبتدي ينفخ اهو، بصوا ما شاء الله رفع بسرعة ازاي. درجة الحرارة اللي احنا هنسوي عليها وسط، يعني مش عالية قوي علشان العيش ما يتحرقش معاكي، ومش واطية، بس هي لازم تبقى عالية سنة علشان يرفع معاكي بسرعة. بصوا رفع ما شاء الله ونفخ وبقى حلو جدا جدا، مش بياخد خالص تسوية، يعني بالظبط دقيقة لكل رغيف كده. انت بتبتدي تلفي فيه كده عشان ياخد كله درجة حرارة واحدة، ويديكي اللون اللي انت عايزاه بسرعة. هو مش بياخد تسوية اصلا، بيستوي بسرعة جدا، ومش بنكتر كتير يعني في التسوية، علشان هو مش محتاج ان هو يستوي اكتر من كده. بالظبط دقيقة لكل رغيف. بتبصي تلاقيه رفع معاكي بسرعة. اول ما يبتدي يرفع كده بتبتدي بقى تقلبيه علشان ياخد لون من الناحية التانية ويرفع برضو. طريقة العيش دي جميلة، وان شاء الله في رمضان لما تجربوها هتعجبكم جدا جدا، وسهلة. يعني بالظبط ساعة كده ولا ساعة ونص بتكوني عاملاها وجاهز للسحور. حاجة كده جميلة جدا وخفيفة، وأحسن طبعا، وأكيد أحسن وأفضل من اللي بنشتريه. يعني مش بيكلفنا حاجة خالص. يعني نص كيلو دقيق بيعمل لنا حوالي 25 رغيف، 26 بتعمليه بقى. وممكن بتحطيه في الفريزر. بصوا رفع معانا وبقى جميل جدا ازاي. بتحطيه بقى في أكياس كده في الفريزر وبتطلعيه، بيفك، مش بياخد وقت خالص، ومش بيبقى عايز حتى تسخين. هو بمجرد ما بيفك بيبقى طري وجميل جدا جدا. بص هو كده خلاص استوى، مش هنخليه اكتر من كده، مش محتاج يقعد اكتر من كده، هو كده جميل جدا جدا. هعمل بقى كله بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شايفين. انا خلصت الكمية كلها. بصوا ما شاء الله، بصوا الجمال. العيش حلو جدا جدا ومنفوخ وبيتفتح بسهولة اهو. نعمل العيش الجميل ده وتعملي سندوتشات كده، بيبقى طعمه حلو جدا جدا. ولما هتجربيه اكيد ان شاء الله هيعجبك. بس انتوا بقى جربوه وهيطلع معاكم جميل جدا، وهتفضلوا كل شوية تعملوه، لان هو فعلا مش بياخد وقت خالص، ومش بياخد اي مقادير، يعني مش مكلف. جميل جدا جدا، وكله بيطلع منفوخ معاكي، بس انتي تسويه التسوية الصح
اللي هي تبقى عندك درجة الحرارة مش عالية ومش واطية، وسط. بس هي لما بتبقى يعني ايه بتزوديها سنة عشان يرفع معاكي، لكن ما تبقاش معاكي حامية جدا. جربوه.